السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى معاكم فيديو جديد. انا بوسي من قناة احلى اكلة جودي شريف. هنعمل لكم النهاردة وصفة جميلة جدا بالفراخ. هي المفروض الفراخ دي تبقى الخلطة بتاعتها يعني للشوي او للفرن او على الفحم. انا معايا هنا معلقتين صلصة، معلقتين هريسة شطة وملح وفلفل وزعتر وسبع بهارات وبابريكا وتوم ناعم وعلبة زبادي وتوم مفروم ناعم واي توابل انتوا هتحبوا تحطوها. عايزين تحطوا معاها زيت زيتون برضو علشان الطعم بتاعها. حطوه. فاول حاجة انا بدأت كده، حطيت الزبادي والبابريكا والسبع بهارات والملح والفلفل والزعتر، وهحط هنا الصلصة بتديها لون حلو جدا يعني بالنسبة لو هنشويها. انا محتارة، مش عارفة هشويها ولا احطها في الفرن. هعمل معاها خضار، هعمل معاها بطاطس، لسه مش عارفة. عندي هنا هريسة شطة انا عاملاها، اللي هو الفلفل الحلو، مش سبايسي. هفرم الثوم، ومعايا بصلتين كبار برضو مفرومين ناعم. هنقلب كله مع بعض، سهلة جدا. ومعايا هنا توم سوري، بصل مبشور ناعم، وبرضو هنعمه اكتر، هرجعه للكبة تاني. بس انا بوريكم ايه وانا بعمل ميكس مع بعض. هقلب كده، هروح بقى افرمه في الكبة وارجع لكم تاني. هنا انا مغسله الفراخ ومصفياها، وجودي دخلت عليا المطبخ. بعد اذنك بقى انا اللي هكمل. اتفضلي. انا هنا بقى قعدت اعمل الفراخ بالتتبيله عشان انا بحب اقلب. قعدت اعمل الفراخ بقى بالتتبيله هنا طب انتي كده. عارفه الفراخ بتتغسل ازاي؟ عارفه. ازاي؟ هنغسلها بالملح والليمون والخل، وبعد برافو. كده نروح نشطفينها ونحط عليها ملح وفلفل وطماطم وبصل. ونسيبها تتصفى اه لو هتتبليها في الاول. بس. بنتي شطوره، قولوا ما شاء الله. لا، شايفه بتتبلي ازاي؟ فنانه. طلعلي طبعا. بتجيب من تحت لفوق ازاي؟ لا، شطوره شطوره. يعني الواحد لما بيحب يعمل حاجه بيحب بيعملها بحب. تبقي مبسوطه وانتي بتساعديني. اه جابت حتة كمان بتقلبها، تخلي التتبيلة في كل حتة في الفراخ. المفروض نسيبها في التلاجة قد ايه يا جودي؟ ساعتين. برافو. او يعني حبذا لو يوم كامل، ممكن نعملها من بالليل، نتبلها كده من بالليل ونشيلها. طب وبعدين انا محتارة هعملها ازاي؟ بالبطاطس طبعا. انتي اللي قلتي. قالت لي لا، اعملي لنا صينية بطاطس يا ماما هي اصلا بالفراخ. كانت هتشويها. انا كنت انا قلت هشويها لها لا. فعلا. كنت هشويها فعلا والله، بس هما بيحبوها بالبطاطس. هندخلها بقى الفرن، ما بتاخدش يعني، ممكن ناخد ايه 10 دقايق وربع ساعة على العين البوتاجاز، وبعدين ندخلها الفرن عشان تتحمر. عشان تتحمر. تاخد جراتان، اللون الجراتان. وهبقى مجهزة معايا فحمة عشان احطها في في النص النص، كده. ما هو بنحط ورق فويل بعد كده بنروح حاطينها. ومعلقة زيت او معلقة سمنة. طلعت بقى من الفرن. ما تنسوش بقى اللايك والشير، عشان جودي هي اللي عملت الفراخ تحت اشرافي طبعا. كده الفيديو بتاعنا خلاص تحت بيخلص. اشرافك طبعا، بس مين اللي عملها؟ تسلم ايديك يا جودي. يا رب الفيديو كان عاجبكم ويكون خفيف كده. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل شكرا يا جديد. جودي. شكرا يا جودي. بحبكم في الله. سليم على اصحابك. باي، سلام.